السلام عليكم. أعرف أن الموضوع اليوم بيكون جدا مثير للبعض وسخيف للبعض الآخر وساخر، وقد تقول نشوان أنت شكلك من صاحب هذه الحلقة، ولكن أي كان فهمك عزيزي وأخي الغالي. لب الموضوع أنه أنا أثناء تصفحي لقيت منشور يتكلم عن الوراثة، وكان جدا يستاهل إني أشاركه معكم صراحة. فبدون ما نطول تعال نغوص بهذا الموضوع وأعرفكم على بعض الحقائق المذهلة اللي عرفتها الفترة الأخيرة وأنا أقرأ بتطبيق المميز. يلا بدينا. حياكم الله. ما يحتاج اوصيك انك تشترك ولا اعرفك بنفسي ولا اقول لك سوي لايك، لانه انتوا اساسا بدون كلام ما تقصروا. اهم شيء عزيزي لازم تعرف انه في اوروبا القديمه او في زمان الامبراطوريات كان المجتمع هناك مصنف لطبقات، وكان في نظام اجتماعي يحكم اوروبا القديمه، وهو نظام الزواج من نفس الطبقه الاجتماعيه اللي يعيش فيها الفرد. يعني فقير يتزوج من فقيره، تاجر يتزوج من بنت تاجر مثله، والنبيل يتزوج من نبيله فقط، وهكذا ودواليك على كل طبقات المجتمع. فما كان في شيء أو في أحد يتزوج من خارج الطبقة اللي يعيش فيها إلا ما ندر، وهذه الحالات النادرة عادة تكون غير شرعية. وبالعادة أو في كل الحالات كان النبلاء يا صاحبي وأصحاب النفوذ والمكانات المرموقة في المجتمع الأوروبي هم اللي ينجبوا من الفقراء والطبقة العاملة، أو بمعنى آخر لهم التسلط على أي امرأة تقع عينهم عليها من أي طبقة كانت. أما العكس فما كان يحصل أبدا. وبسبب هذا النظام الاجتماعي واللي لا يزال باقي بصورة مختلفة، كانت أغلب الزيجات بين النبلاء والملوك والأباطرة في أوروبا القديمة زيجات سياسية بحت، يعني مدبرة مثل ما نشوف في الأفلام، ومثل ما يقولوا إخواننا المصريين زواج صالونات، لأنها ما كانت تتم عن حب بين الطرفين. فتعرفوا الأشياء مصالح وأمور حكم ما لنا فيها. أهم شيء غالي، ولأن النبلاء النمساويين اللي ينحدروا من سلالة شارلمان تزوجوا من ملوك فرنسيين، ونبلاء شارلمانيين ألمانيين تزوجوا من أمراء بريطانيين، وصار في ملوك فرنسيين على عرش إسبانيا وأمراء إنجليز على عرش فرنسا. هذا كان سبب أن كل عائلة مالكة وحاكمة في أوروبا ترجع إلى شارلمان بطريقة أو بأخرى. ولو تشوف معي الصورة اللي فيها ملك النرويج وأسبانيا والمملكة المتحدة وبلغاريا، وكل هذا اللي في الصورة أو كل هؤلاء اللي في الصورة بدون مبالغة هم أقارب بطريقة مختلفة أيا كانت. وبسبب الحرب والصراعات والأمراض والأوبئة اللي صارت في أوروبا بهذه الحقبة، كانت طبقة النبلاء والطبقة المخملية والحاكمة عندهم رعاية صحية متطورة بشكل كبير جدا عن اللي كانت عند عامة الشعب. وبعد ما انتهت كل هذه الكوارث اللي أكلت نص الشعب الأوروبي، كان لازم أن النبلاء والملوك والأباطرة والأمراء أنهم يعوضوا النقص الحاد في السكان. وما ننسى أن الكثير من الملوك الأوروبيين كان عندهم الكثير والكثير والكثير من العلاقات غير الشرعية. وأبسط مثال على ذلك هو أغسطس الثاني، وهو ناخب سكسونيا والملقب بالقوي على ما قريت من المصادر والله أعلم. يقول لك كان عنده ما بين 365 إلى 382 ابن من علاقات غير شرعية. أنت متخيل معي كيف كان فجورهم؟ استغفر الله العظيم. أهم شيء كذلك الملك جون ملك المملكة المتحدة، وبالمناسبة هو من نسل شارلمان برضه. وجون يا صاحبي كان عنده 5 أبناء شرعيين فقط، و15 ابن غير شرعي على الأقل. وكان عنده من أولاده الشرعيين والغير شرعيين ما يقدر ب 22 حفيد على الأقل بنات وصبايا. هذا ما موضوعنا، فخلونا نختصر لكم الوقت. بعد 700 عام صار عند الملك جون 100 مليون حفيد تقريبا، لدرجة أن 89 من إنجليز اليوم يرجع أصلهم إلى الملك جون، والثلث الأمريكيين يرجع أصلهم للملك جون. تخيل حتى الرئيس الأمريكي الوحيد اللي أصله ما يرجع للملك جون مو أوباما. فأغلب أصحاب البشرة السمراء اللي يعيشوا في دول غربية ودول خارجة من رحمها الدول الغربية مثل استراليا ونيوزيلندا عندهم أصول أوروبية نبيلة بسبب تزاوجهم من سكان هذه البلاد. المهم خلونا نرجع للموضوع الأساسي حقنا. الرئيس الأمريكي الوحيد اللي أصله ما يرجع للملك جون هو مارتن فان بيرن، ومن الواضح وضوح الشمس من اسمه انه من اصول هولنديه. هذا حيكون شيء جميل لك عزيزي المشاهد. خليني اقول لك، اذا كنت انت مصري او فلسطيني او عندك اصول ترجع لمصر او فلسطين، لان 4% من الفلسطينيين والمصريين يرجع اصلهم للملك جون نتيجه لان مصر وفلسطين تم احتلالهم من بريطانيا، وبسبب ان الجنود والساكنين اللي جو من بريطانيا غالبيتهم ترجع اصولهم للملك جون، وانهم تزاوجوا مع سكان هذه البلدان، خلى 4% من سكان هذه البلدان ترجع اصولهم للملك جون. وكمان حسب دراسة أجريت سنة 2018 فإن غالبية كبيرة من الأوروبيين الحاليين عندهم أصول نبيلة أو ملكية، على الرغم طبعا أن العزيز المشاهد على الرغم من الدراسة وصفتهم بالكل، ولكن أنا إنسان لا أتفق بالتعميم أبدا، فيكتفي أن احنا نقول لهم غالبية. أوكي، ولنفترض أن الملك تشارلز الثالث مات بدون ما عنده وريث لعرش بريطانيا، فجميع الأوروبيين حرفيا عندهم فرصة ولو بمقدار الذرة
انهم يتولوا حكم بريطانيا ويأخذوا العرش، وكل هذا حسب قربهم الجيني من آل ويندسور او عائلة ويندسور، وهذا اللقب مستحدث من الأسرة. أهم شيء ونفس الحال مع العرب والآسيويين اللي يعيشوا في بلدان كانت من أول ولا تزال ذات حكم ملكي وراثي، فهم بنسبة كبيرة عندهم أصول نبيلة، وبالرغم من القوانين الصارمة تجاه الزواج بنفس الطبقة الاجتماعية اللي ينتمي لها الفرد، إلا أنه كان يسمح للأبناء الأصغر سنا والبعيدين من العرش أو السياسة أنهم يتزوجوا من طبقات غير طبقاتهم الاجتماعية حسب رغبتهم، وغالبا ما يكونوا هذول ذكور، يعني ذكور نبلاء أو تجار يتزوجوا من أي طبقة أخرى. ولكن العكس ما كان يحصل إلا بالنادر وبشكل غير شرعي، يعني العكس، يعني أنه ما كان شائع أو مسموح للرجال عاديين أو فقراء إنهم يتزوجوا من بنات النبلاء أو الطبقة الحاكمة. أهم شيء وبعطيكم معلومة جانبية عشان تشاركوا الحلقة وتوصلوها 10,000 لايك. المعلومة تقول هاجر أحد أبناء الإمبراطور الروماني شارلمان إلى بولندا وسكن فيها، واليوم الغالبية إذا ما كان كل البولنديين هم أحفاد شارلمان، وبالإضافة ل 15% من العرب عندهم أصول ترجع إلى أفريقيا، وكمان 33% من أمازيغ المغرب العربي يرجع أصلهم للشرق الأوسط، وهذا نتيجة التزاوج اللي حصل بينهم وبين العرب، و20% من الأمازيغ اليوم يرجع أصلهم من اليمن. فحبايبنا والله كلنا أخوان مهما اختلفت الأصول والأركان، فأي واحد يحاول يتعنصر بدك بلوك ما ينفع ترى. أهم شيء 20% هذا تعود أصولهم إلى اليمن، خاصة اللي هاجر أجدادهم من اليمن للمغرب العربي قبل 50,000 سنة. يا جماعة واحد يفسر لي. صراحة أنا إنسان ما أدري هذول المؤرخين هم يستلموا راتب يعني حسب زيادة الأرقام في السنين أو شنو؟ يعني 50,000 سنة، تتكلم عن 50,000 سنة للوراء. يعني ايش عرف جد 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 جدك انه في يمنيين سافروا او هاجروا بهذاك الوقت؟ شيء يقهر ربي. خلونا نخلص. يقول لك دراسة في عام 2004 تأكد انه 1,000,000 جزائري و3 مليون تونسي ترجع اصولهم لاوروبا، وهذا بسبب هجرة حصلت من جزيرة صقلية الإيطالية قبل 20,000 سنة. يقول لك دراسة إيطالية أجريت على الليبيين ايام الاستعمار الإيطالي لليبيا تؤكد ان 40% من ليبيا هذيك الفترة ترجع اصولهم الى الجزيرة الإبرية. اذا كنت تقول عزيزي المشاهد اني قاعد اني اقول اشياء هلوسة او شيء من هذا القبيل، تعال اوضح لك. انت عندك ابو ام، وابوك وامك يعني عندهم ابو وام، صاروا 4 اسلاف، واجدادك الاربعة عندهم ابو وام، ونبدأ هكذا نعد الشجرة 4 8 16 32 64 إلى توصل 2400 جد بشجرة عائلتك. ومن المؤكد طبعا انهم عاشوا لهم وجود بهذا العالم، وهذا يعني 11 جيل. طيب ارجع 25 جيل للوراء وحتكتشف ان عندك 33 مليون جد، وهذا جدا محتمل خلال 700 سنة. هذا إذا حسبنا أن الجيل الواحد يعيش من 20 إلى 30 سنة فقط عشان يولد جيل جديد وينتج جيل جديد، وهذه الحسابات طبعا ما هي دقيقة بالمية بشكل 100%. فكونك بعد عدة أجيال حتشوف أن عدد أسلافك تخطى 1,000,000,000 شخص في فترة زمنية كان عدد سكان العالم فيها أقل من 1,000,000,000 شخص. والحل لهذه المشكلة هي أنك تشوف في شجرة عائلتك شخصيات يتم تكرارها أكثر من مرة، بدون ما ننسى أن زواج الأبناء العمومة والخوال كان جدا شائع بالماضي. خلاصة الكلام يا حبيب قلبي انه اذا كان يعني عندك اصول اوروبية قريبة، واعني قريبة يعني بعد فترة شارلمان طبعا، واذا كانت هذه الاصول مؤكدة طبعا فانت 100% ترجع يعني من سلالة شارلمان. اما اذا كان عندك اصول اسيوية قريبة، وكمان اقصد بقريبة بعد فترة جنكيز خان، فانت 100% من سلالة جنكيز خان، لان جنكيز خان العبيط هذا يعد أب آسيا بسبب أنه اغتصب 3,000 امرأة تقريبا في فترة حياته. ويقدر المؤرخين أن عدد أولاده كلهم ما بين 1000 إلى 2000 ابن وابنة، وعدد أحفاده من جهة أبناء الذكور فقط يقارب 16 مليون شخص. يعني بنسبة كبيرة قد يكون جنكيز خان هو أحد أجدادك، لأن بنحو 0.5% أو أي نص 1% من سكان هذا العالم يرجع أصلهم لجنكيز خان. عموما سواء كنت من أحفاد ذاك أو ذاك أو منكر لهم كلهم الاثنين، فهذا مو مهم أبدا، واعتبروا الحلقة هذه كانت من نسج الخيال. أهم شيء أنك تقدر تعبي بإعداد الحلقة وتشترك رضي الله عليك وعلى والدك. وإلى هنا أودعكم يا أحبابي، وشاركوا الحلقة واستودعكم الله، واكتبوا بالتعليقات وش تحبوا تسمعوا بالحلقة الجاية. سوالف كثير ورب المصحف. تعبتني هذه الحلقة، تعبتني نفسيا وعقليا.